طيب هل المجال مربح فعلا؟ يعني هو بيطلع فلوس كام مثلا؟ قد ايه؟ انا ايمان محمد، وده سر صنعة UGC. متأكدة 1,000,000% ان انت سمعت مصطلح UGC دوت على الاقل مرة في حياتك. ايه هو UGC؟ طب اكيد فكرتوا بقى نصبايا من بتاعة بوتات التليجرام اللي هو بيقولك شير الفيديو ده واعمل لايك وبتاع وتعالى اكسب فلوس. بس الحقيقة انه لا، هو مش نصبايا ولا اي حاجة من دي. الموضوع حقيقي. يعني انا اقدر اكسب فلوس من شوية فيديوهات بصورها لكيس شيبس؟ ايوه تقدر. خليني اقولك بقى الحكاية خطوة بخطوة، افهمك الحوار كله بيمشي ازاي، في فلوس من الاخر ولا لا، عشان ما نضيعش وقت هنا. وكل الحاجات اللي انت لازم تعرفها هنتكلم فيها. هو مبدئيا يعني هو ايه UGC ده؟ بص يا باشا، تخيل معايا كده ان انت جبت منتج معين، ايا كان المنتج اللي ممكن يخطر على بالك بتشتريه، ممكن يبقى هو اللي احنا بنتكلم عليه. بداية من كيس الكاتشب، شيبس، يا سيدي البسكويت، الموبايل اللي معاك، جراب الموبايل اللي معاك، سماعة الموبايل اللي معاك. بص ايا كان ما تتخيل، ايا كان، قمت ماسك المنتج اللي انت اشتريته دوت وصورت فيديو. والله يا جماعة انا جبت البتاع ده وتحفة وجميل وبتاع، بدون افوار، ما تطبلش، عشان افتكر حاجة مهمة جدا، ان المستشار مؤتمن، ما تنساش ابدا الكلمة دي. ورحت منزل الفيديو ده على السوشيال ميديا ولا تيك توك ولا بتاع، وفجأة تصلك رسالة من حيث لا تدري تقولك احنا الشركة اللي عملت المنتج ده، بص يا باشا احنا عايزين نستخدم الفيديو ده في اعلاناتنا، وكمان مش بس كده، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده هنحاسبك عليه. الله، يعني هتدوني فلوس؟ ايوه هنديك فلوس. طب ايه UGC ده؟ ما انا بقول من الصبح، ما هو ده UGC، User Generated Content. وبما ان ملناش في الانجليزي، يعني المحتوى الذي ينشئه المستخدم. لا انت مشهور، ولا انت شركة انتاج، ولا انت بقى الواد اللي معاك 900,000 متابع. انت واد عادي، شخص عادي، سوري يعني على كلمة واد وايه، وواقعي، والناس وثقت فيك اكتر من الاعلانات اللي احنا بنشوفها سواء على التلفزيون بقى ولا بتاع. طيب نيجي رقم 2، هي ليه الشركات دي مهتمة بالنوعية دي من المحتوى؟ دلوقتي انت لما بتشوف مثلا على سبيل المثال يعني اعلان لشركة شيبس مثلا معينة، وبتلاقي الممثل اللي بياخد 6 مليون زليون بتاع واقف ياكل كيس شيبس، وانت يعني هتقتنع بالاعلان ازاي؟ مبدئيا لان اصلا في الحقيقة حجم الكيس ما بيوصلش هو البطاطس بتيجي محروقة ومش عايزين ندخل في موضوع تاني الى اخره. وفي نفس الوقت بيكلف تكاليف عالية جدا، والجمهور ما بيقتنعش بسرعة. فتخيل بقى لو عندك الناس بتصدقها اكتر، وكمان هيوصلني الجمهور اكتر، وكمان بتكلفة اقل. انت كشركة هتروح تجيب مين؟ طبعا هتجيب UGC. فهي دي السبب الاساسي اللي بقى يخلي الشركات كلها دلوقتي متجهة UGC تحديدا في السنة اللي احنا فيها دلوقتي، رغم ان الموضوع ده موجود من فترة بره، ولكن احنا طبعا بيوصلنا الحاجات متأخر. طب هو ايه الفرق ان انا اكون مؤثر او انفلونسر وان انا اكون UGC؟ بص، هو المؤثر او الانفلونسر ما فيهوش حاجات عيبه خالص، ولكن بيكون عنده جمهور اكبر منك، مئات الالوف او الملايين على حسب، وبيتعاقد معاه على حملات تسويقية وممولة وبتاع، لكن بيبقى يعني جزء من مسؤولياته هو بيع المنتج للمتابعين. لكن انت بتبيع المحتوى للشركات. انت مهمتك بتبدأ وتنتهي في انك تقول رأيك في الحاجة اللي انت بتستخدمها، وتقوم واخد المحتوى تستخدمه الشركة براحتها زي ما هي عايزة. فانت تمن الحاجة اللي بتعملها هي بيعك لمحتواك فقط. طب هو ازاي اي حد ممكن يبدأ في مجال UGC؟ هو مبدئيا اي حد يقدر، حتى لو ما عندوش جمهور. حتى لو ما عندوش جمهور. طب ازاي؟ اول حاجة احنا هنعملها خطوة رقم 1، وهتلاقيها اتهرت في كل الفيديوهات مبدئيا، بس انت ولا عبرتها ولا اديتها بربع جنيه اهمية، وقلت ده كلام هجص وفيديوهات وبتاع. اول واحد هو انك تعمل ريفيو بسيط UGC عن اي منتج انت بتحبه. طب انا ما عنديش فلوس، انا كحيان يا محمود يا صلاح. هقولك امسك اي حاجة عندك في البيت وابدأ صورها. والله يا جماعة فرشة السنان دي رهيبة تمام، بس ما تطبلش، يعني حاول ما تطبلش، تمام، عشان نبقى صراحة مع بعض. زوق الكلام بس من غير ما تطبل، تمام. صورها، اتكلم، درب بقى وعلم نفسك ايه
هصور ازاي، هظبط الاضاءة ازاي، هعمل مونتاج ازاي، وكل الكلام ده كده. اول حاجة بدأنا تصوير منتجات. 2 اتدربنا على المهارات تصوير واضاءة ومونتاج. 3 حاجة واهم حاجة هي البورتفوليو يا معلم. ايه البورتفوليو ده؟ البورتفوليو ده ما يعرف بان هو ملف الأعمال. ايه ملف الأعمال؟ يعني انت بتجمع الفيديوهات اللي انت عملتها دي وترفعها سواء على انستجرام، على كانفا، بتعمل لك قالب كده مميز بتاعك ان هو ده ملف أعمالي، ويبقى له لينك كده بتبعته انت للشركات، او بتحطه على الانستجرام بتاعك عادي. هو الانستجرام بتاعك اصلا ممكن يكون معرض أعمال ليك عادي جدا. طيب انا جهزت كل حاجة، جهزت المحتوى ومنتجته وظبطته ورفعته على البورتفوليو بتاعي. اعمل ايه بعد كده؟ عايزين فلوس. عايزين فلوس، عايزين نكسب فلوس. طب اجيب فلوس ازاي؟ هبدأ اخد الشغل بتاعي ده واروح على شركات ايا كان المجال اللي انا عايزاه، مجال التقنية او مجال حتى التطبيقات على فكرة ليها UGC. ايا كانت المجال اللي انت بتحبه ليه شركات بتبيع، صح ولا لا؟ صح. هشوف الشركات دي الصفح بتاعتها على الفيسبوك فين، على المواقع بتاعتها فين، وسائل التواصل معاها ايه، وسائل تواصلها مع الماركتينج او الميديا او وابعت لهم والله يا جماعه رساله جميله لطيفه كده، حتى يساعدك فيها ChatGPT. لو انت رحت وقلت له اكتب لي رساله اعرف بيها عن نفسي كمنشئ محتوى UGC للشركات عشان يتعاملوا معايا، هيديلك اكتر من نموذج على فكره، وتقدر تعدل عليه وتبعته بقى للشركات دي. وانا عارفه الطريق في الاول يمكن هيبقى صعب ورخم وكله خطوات معقده وبتاع، بس بسرعه هتحس نفسك احسن. ادخل على الجروبات اللي موجوده على الفيسبوك او غير الفيسبوك، هتلاقي فيه كتير جدا بيتكلموا في الUGC وبيدولك نصايح وهتستفيدوا من بعض والى اخره. طيب هل المجال مربح فعلا؟ يعني هو بيطلع فلوس كام مثلا؟ قد ايه؟ خليني اقولك ان في ناس بتكسب منه اكتر من وظيفتها. ده بجد، كلام بجد. طب يعني بكام؟ هقولك، انت لو مبتدئ اقل حاجه بتاخدها، اقل رقم شوفته كان 500 جنيه الى 1000 جنيه، ده رقم المبتدئين. طيب المحترف ممكن يوصل لكام؟ بيوصل لباشا $500 او حتى $1000 للفيديو الواحد، ده بالاضافه للمنتج. يعني انت ما بتشتريش المنتج، انت بس الشركه بتبعتهولك والنبي جربه. وخليني اقولك ان كل ما زادت المهاره بتاعتك والقوه في المونتاج وقوه التصوير بجوده عاليه وانت شخصيتك نفسها كانت احسن وسلسه اكتر، هيزيد الربح بتاعك اكتر واكتر واكتر. فبالتالي مفيش طريق صعب ومفيش طريق سهل. خليني اقولك هو في طريق يستحق السعي، وطالما انت يعني بتتوكل على الله سبحانه وتعالى فتأكد ان في النهاية هتوصل. بس نصيحتي ليك ايا كان الحاجة اللي انت هتشتغل عليها في الUGC، اتأكد ان هي حاجة انت بتحبها، حاجة انت شغوف بيها. عشان من واقع تجربتي لو انت بدأت حاجة انت ما بتحبهاش مش هتقدر تكمل فيها، لان اكيد بيواجهك تحديات وصعوبات، وساعات بيتأخر شوية الفرج والرزق والحاجات دي. فكل ده مش هيخليك تستمر لو انت بتعمل حاجة او بتتكلم في مجال مش بتاعك انت ما بتحبوش. وكالعادة انا ايمان محمد، ودي كانت سر صنعة الUGC. اتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا اكتر عن المجال، وهنتكلم في الحلقات اللي جاية لو دي عجبتكم طبعا عن مواضيع اهم وافضل من ده بكتير. وما تنساش تبعت الحلقة دي لأي حد انت تعتقد انه ممكن يكون مهتم بالموضوع ده. استنوني الحلقة الجاية واشوفكم على خير ان شاء الله.